مساء الخير اعزائي. موضوع مش كوره خالص، ملوش علاقه بالكوره خالص، وله علاقه بمستقبلك عزيزي، ومستقبلك المهني ولا تعليمي ولا مادي، وحابك تتكلم فيه عشان ده وقته، اعتقد ده وقته يعني. احنا الموظفين كل الشركات دلوقتي عماله بتتكلم في ان الفلوس كترت، وان احنا محتاجين نعمل داون سايزنج، ومحتاجين نمشي ناس، ومحتاجين نعرف الجوب ديسكريبشن عشان خاطر الناس اللي بتشتغل شغل اقل من اللي هي المفروض تعمله تتعذب، ونهبطها على كده. الحاجات اللطيفه اللي الشركات كلها بتفكر فيها دلوقتي، واحنا كموظفين بنتاثر بكل هذه الاشياء. وانا كلامي هنا مش مع بتوع الشركات، عشان اكيد ما فيش حد من كو فاوندرز والناس اللي هم التايتلز بتاعت على لينكد ان كبيره دي ما بيتفرجش عليا. اكيد بيتفرج عليا شويه موظفين كحيانين امثالي. اعزائي الموظفين الكحيانين امثالي، ما تقلقوش خالص. شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ انا هوجع بطنك دلوقتي، بس قولا واحدا كده، ما تقلقش من المستقبل، وما تخافش من اللي بيحصل، واللي بيرزقك وانت ما تستاهلش الرزق، وربنا بيرزقك عشان ناس تانية في حياتك ربنا بيرزقك عشانهم، مش بيرزقك عشان انت تستحق والكلام الفارغ ده. فلو سمحت ما تقلقش من كل الكلام اللي بيعمله. لو انت خاطب ربنا، لو انت بتعامل ربنا في شغلك، لو انت بتعامل ضميرك في شغلك، مفيش حد هيقدر يمسك اقسم بالله. ولو حد قدر يمسك والموضوع اثر فيك بشكل مباشر، ما تاخدوش على محمل شخصي خالص خالص. انا هقول لكم شويه امثله. تلاقي واحد قاعد في المكتب اللي جنبك عمال بيشتكي ان بقاله سنه ما بيعملش اللي هو المفروض يعمله، وبقاله سنتين ما بيشتغلش الشغل اللي المفروض يشتغله، وبقاله قد ايه ما ترقاش ومتضايق وحياته سودة و في نفس الوقت الشركه هتمشي ناس، يبقى اول واحد مرعوب. طب مش انت متضايق وشايف ان الشركه مش مديك حقك؟ يمكن تروح شركه تانية تديك حقك. فاحنا طول ما احنا في اللوب احنا تمام، طول ما احنا موجودين وبنقبض مرتب بينزل كل اخر شهر كل اول شهر والدنيا مانجا، فاحنا تمام. هيمشونا؟ لا، اخاف. انا واحد من ضمن الناس اللي خايفين جدا جدا طبعا. مش قلقان، الحمد لله رب العالمين. وانا شايف ان حتى الرفض في حد ذاته رزق، اقسم بالله. ده القصه الثانيه اللي انا هقولها لكم. يعني القصه الاولى بس، ما تقلقوش خالص. هتبقى طول ما انت بتعامل ربنا، فكك اشتغل وخليك، مش عايز اقول متلون عشان ما يبقاش اللفظ ما مش في محله، بس خليك فليكسبل، خليك عندك فليكسبيليتي، عندك مرونه في التعامل مع الادارات المختلفه، ومع الفيجنز المختلفه، ومع الميشنز المختلفه، ومع مش عارف ايه الحاجات اللي بتتقال في اول كل سنه وفي اخر كل سنه دي. خليك فليكسبل، خليك مرن علشان الدنيا تمشي. في شهر 6 2012 انا تم استدعائي لمكتب صاحب الشركه اللي كنت بشتغل فيها في هذه الاونه. والراجل الكونستراكشن مانجر راجل في منتهى الاخلاق والاحترام والادب، واجله واحترمه كثيرا. وراجل صاحب الشركه كمان منتهى الادب والاخلاق والاحترام، واجله هو ايضا كثيرا. ولكن تم استدعائي وتم مقابلتي بمنتهى الحب والود، وقيل لي ما ساذكره حالا، اللي هو: انت مهندس شاطر، انت من اشطر الناس الموجودين في الشركه، انت جامد جدا، احنا من غيرك الفتره اللي فاتت ما كناش عارفين الدنيا هتمشي ازاي. ادي مرتبك، ما تجيش تاني. اه والله العظيم ثلاثة قال لي كده. مرتبك كان الكلام ده يوم 25 6 2012. ادي مرتبك، ما تجيش تاني. ايه ده في ايه؟ في ايه الخضه دي؟ في ايه؟ ليه؟ احنا مش هنقدر نديك اكتر من اللي بنديهولك، وانت مش هتقدر تدينا اكتر من اللي احنا بناخده منك. فاحنا من مصلحه الشركه ان احنا نجيب واحد اصغر شويه يرضى بالمرتب القليل اللي احنا بنديهوله، ويطلع نفس الشغل اللي انت بتطلعه. انما انت هتفضل تدينا نفس الشغل اللي انت بتطلعه، وعايز تاخد مرتب اكبر، واحنا مش هنديك مرتب اكبر. واقسم بالله انا ما كانش عندي التزامات زي دلوقتي، وما كنتش خايف كل هذا الخوف، ولا كان عادي جدا. ما كنتش متجوز، ما كانش فارق لي، يلا غرف داهيه، اروح اقعد جنب امي تاكلني والدنيا مانجا يعني. بس بعد 12 سنه ولا بعد 11 سنه من هذا الموقف، انا في منتهى ال الاجلال، وعندي منتهى قمه الاحترام، اقسم بالله، اللي انا اقدمها للناس اللي عملت فيا كده. انا كنت ساعتها بشتغل مهندس مكتب فني، ولا كونستراكشن انجينير، ولا حاجه كده يعني. الحمد لله رب العالمين، من بعد الموقف ده حياتي المهنيه اتصلحت وراحت في حته تانية احسن بكتير، الحمد لله رب العالمين، بعد هذا الموقف اللي هو ايه: ما تجيش تاني. ليه انا ليه الخوف اللي عندي راح، وليه الرهبه اللي عندي راحت، وليه ما كانش عندي قلق؟ عشان والله انا ما قصرت. كنت بتدلع في فتره، ايوه، بس انا ما قصرتش خالص. ما كانش عندي شغل المفروض اسلمه النهارده سلمته بكره، ما كانش عندي تاسك المفروض اتعلمها وما اتعلمتهاش، ما كانش عندي حاجه المفروض اكون بعرف اعملها كويس وانا ما بعرفش اعملها كويس، وما عرضتش على نفسي واتفشخت عشان اعرف اعملها كويس. ده كله كان لله، ما كانش لحد يعني. فعشان كده لما مشيت، انا مشيت يوم 25 6 الاربع او الثلاث، عملت انترفيو يوم 27 6 يوم عيد ميلادي، الخميس 27 6 اشتغلت 1 7 الحد ولا الاثنين حاجه كده. ما قعدتش في البيت يوم، قعدت في البيت ويك اند، ومعايا مرتب شهر عادي جدا، والدنيا ظبطت والحمد لله رب العالمين.
ده انا هل بقول ان انا كان ربنا يعني ربنا كان راعيني جدا وكان حاسس وكان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين يعني. ربنا كان شايفني وشايف ان انا كنت استحق احسن من كده، فجابها لي في وشي، جابها لي بقى مش انا اروح ادور على شغل، امشي اترفد. وبعد كده فانا اترفدت وعادي الحمد لله، حياتي اتصلحت للاحسن الحمد لله رب العالمين، تطورت للاحسن. فمن هنا بقول كده ما تقلقش وما تخافش وعادي، لو مشيت عادي دي مش نهايه الدنيا، وانت مش معنى كده ان انت وحش. يعني لو مشيت بكره من الشغل مش معنى كده ان انت وحش ومن 60 كلب ولا تستحق المجهود ولا تستحق المكان اللي انت فيه. لا لا خالص، احتمال يكون كده، بس انت ما بينك وبين نفسك ما تشخصنهاش. والناس بتكرهني، لا خالص، انت عندك انت راجل كرييتيف وراجل ديزاينر وراجل كرييتور وراجل بتخترع حاجات وعندك حاجات حلوه جدا بالانجليزي، وانا محتاج واحد دونك وورك، محتاج واحد يفضل يطلع لوح. وانت راجل ديزاينر، اتكل على الله شوف حته تشتغل فيها ديزاين بس. انت راجل تيم ليدر ومانجر وتنفع تتيم ليد، تليد تيم مكون من 600 واحد، وانا راجل عايز واحد يشتغل بايده. وانت مش هتمشي عشان مرتبك بينزل كل اول شهر، وعشان ده موقف سخيف ان حد يقرر من نفسه كده انا مش شايف حياتي ومش شايف ذاتي فهمشي والكلام ده. فانت قاعد في وشي وانا بديك مرتب كبير وما بتعملش بيه حاجه، او بديك مرتب اصلا وانت ما بتعملش بيه حاجه، انت ما بتضيفليش حاجه، وزهقان ومتضايق ومش طايق نفسك. على سيره الداون سايز وعلى سيره ناس جت في دماغي دلوقتي، هل انتوا اعزائي مش متخيلين ان قاعد جنبك وقدامك ووراك وفي الشركه اللي انت فيها وفي المكان اللي انت بتشتغل فيه ناس انت متاكد ان هي ما بتبذلش 5% من المجهود اللي انت بتبذله، وناس بتبذل اضعاف المجهود اللي انت بتبذله؟ انت مش حاسس ان في دي ودي؟ طب وممكن يكون ده مرتبه اكبر منك وده مرتبه اقل منك، ده بياخد ابريشيشن وبياخد شكر وبياخد مش عارف ايه اكتر منك، وده بياخد اقل منك، عادي يعني، ده حاجه عاديه جدا. طب ليه لما يحصل غربله بشكل ما، تطوير وتشغيل، وانت تيجي تحت ده وانت تيجي فوق ده وانت تترقى مع انك مترقي السنه اللي فاتت، وانت ما تترقاش مع انك 5 سنين ما ترقتش، وانت كذا وانت كذا وانت كذا، بتتضايقوا يعني؟ ما انت عارف ان انا اشطر منك وباخد مرتب اقل منك وتحتك، وانت عارف كويس ان انا اشطر منك. متضايق ليه بقى ان انا جه في وقت كده الشركه فاقت من الغيبوبه اللي هي فيها وقررت ترقيني؟ او انت عارف ان انا ملط ميح وباخد مرتب اكتر منك، فلما يمشوني او لما يخلوني تحت حد او لما يخلوني فوق حد او لما مش عارف ايه اللي حصل، تتضايق وتتوتر وتتنرفز وتتشال وتتنكت وتتهبط ما انت عارف ان في وضع غلط. الوضع الغلط ده الناس بتحاول بتصلحه بطريقه غلط او بتصلحه بطريقه صح. مش قصتي، انا مش في التوب مانجمنت، انا مش كو فاوندر سي او، انا مش كده خالص. في مشكلتهم هم يعملوها بالشكل اللي هم عايزينه، وانا بفولو ليه؟ عشان ده اكل عيشي. بقول المفروض نعمل كذا والمفروض نعمل كذا من وجهه نظري انا كشخص واحد في هذه المنظومه الكبيره. انما هذه المنظومه الكبيره بتدار بشكل بشكل احترافي، المفروض يعني غير ما يدار بيه كل الحاجات الصغيره. الهوا اشتد شويه وانا هقرر اقفل الكلام على هنا. اعزائي احبائي اللي تعرفوني بشكل شخصي، ما تاخدش الموضوع على نفسك خالص، اقسم بالله العظيم انا جي ناس كتير جدا في دماغي، بس مش من حق حد خالص انه يقرر مين اللي جه في دماغي اقصده بشكل حلو ومين اللي جه في دماغي اقصده بشكل وحش. وجه في دماغي ناس كتيره في الشركه اللي بشتغل فيها، وجه في دماغي ناس في شركات تانية انا اشتغلت فيها، وجه في دماغي ناس صحابي بيقعدوا معايا على القهوه مش شغالين اصلا في قطاع الهندسه والريل استيت والحاجات دي خالص. جه في دماغي كل الحاجات دي، بس هي شبكه. في مثل او حكمه كده او حاجه تتقال بتقول ايه؟ اذا رضيتم الاجر فلتتقن العمل. لو انت رضيت باللي انت بتاخده اتقن شغلك، سهله. مش راضي غرفه داهيه، الباب يفوت تنين مجنح. لو مش راضي بالفلوس اللي انت بتاخدها وبالبنفتس اللي انت بتاخدها وبمستوى الشركه ومستوى الشغل امشي. مش لاقي حته اقعد فيها، اتكتم بزفت واقعد. حاول تصلح من نفسك وحاول تبقى مرن اكتر ان الدنيا تمشي، وانك تعرف تشتغل مع ده وتشتغل مع فلان، وتشتغل مع الراجل الحكيم وتشتغل مع الراجل الكلح وتشتغل مع الراجل البارد وتشتغل مع الراجل اللي مش فاهم حاجه وتشتغل مع الراجل اللي فاهمه على قده وتشتغل مع الراجل اللي ما بيديش حقوق، لحد ما ربنا يسهل لك وتبقى سيف ودرع لنفسك وللناس وبتاع. الحاجه الاخيره بقى، لو في حد من اصحاب الشركات والكوفاوندرز والسي اوز واللينكد ان والناس دول كلهم بيتفرج عليا ولا بيشوف الحته دي،
لما يكون في هذا النوع من الغربله وهذا النوع من الفلتريشن وهذا النوع من الكريتيريز المختلفه وهذا النوع مش عارف ايه، اتقنوا بقى انتوا كمان تعملوا شغلكم وتشوفوا مين بترقوه ومين بتمشوه ومين يستحق ومين ما يستحقش ومين ساكت ومين بيتكلم ومين ايده طويله ومين لسانه طويل ومين اللي بيدب ومين اللي بيعرف يمشي الدنيا ومين اللي في كل الاحوال بيطلع منتج وبيبذل اكثر مجهود عنده ومين اللي مستني اللي على مزاجه هو اللي يحصل. فاللي على مزاجه لو حصل هعمل كل ما اقدر عليه، بس اللي مش على مزاجي اللي هيحصل انا مش هعمل حاجه. اعرفوا كويس عشان ما تظلموش حد. فهو ده كلام موجه لكل الناس، بس انا عشان عارف ان اللي بيتفرج عليا كحيانين بوجه لهم الكلام اكتر، انما اللي بيتفرج عليا كوك فاوندرز، لو انا واحد من اللي بيعملوا بودكاست وبيقعد يتكلم اوه واو اوه يا عملت يا خبر ابيض انت مشيت الصبح 8 دقايق يا لهوي، انت نزلت لقيت عربيتك ما بتدورش يا وعملت ايه يا. لو انا واحد من اللي بيعمل الله يا محمد عبد العاطي تاني لو انا واحد من الناس اللي بعرفك لو انت معاك مليون جنيه ازاي تخليهم 35,000 في 10 ايام، لو انا واحد من هؤلاء الناس هكلم الكو فاوندرز وهكلم السي اوز وهكلم انما انا واحد من الناس الموظفين الكحانين فبتكلم مع الموظفين الكحانين. بس الحمد لله رب العالمين احنا مش كحانين ولا حاجه، احنا تمام. كل ما جان هي هفتكر حاجه على سيره الكحيانين والله حاجه ما تضحكش، بس الحمد لله رب العالمين على كل شيء، وربنا بيرزق كل الناس واحنا احسن من غيرنا. ومن بات امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. والحمد لله الحمد لله رب العالمين انا املك الثلاث حاجات دول، فانا حيزت لي الدنيا بحذافيرها زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام. بس انا بقيت اشوف فيديوهات والله العظيم ثلاثه بقيت اشوف فيديوهات العيال اللي بيقعدوا يعملوا ستيك ويعملوا لحمه ويجيبوا حته لحمه كبيره ويقطعوها ويسلقوها ويحمروها ومش عارف الحاجات اللي كنت بعملها من 3 4 سنين دي. بقيت اتفرج عليها كده يوم ان شاء الله مسيري يجي لي يوم واعمل ستيك، اجيب ستيك ب 400 جنيه عشان احطه في شويه زيت سمنه واكله كده لوحده. كنت بعمل الحركات دي زمان، ما بقيتش اعملها عشان الحاجه غليت جدا 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 عن المستوى اللي انا اقدر. الحمد لله رب العالمين انا معايا فلوس اقدر اجيب لحمه، الحمد لله رب العالمين، وبجيب لحمه بس ما بجيبش ستيك ب 400 جنيه، ما بجيبش ريب اي، ما بقتش بقى اجيب الحاجات دي. بقيت اجيب حته من الفخده وحته من السن وحته من الرقبه عشان اعملها مع الخضار، عشان اكل لحمه، عشان العيال الصغيرين يكبروا كده وياخدوا البروتين اللي هم عايزينه. انما فكره ان انا اجيب اللحمه بتاعت الدلع بتاعت الدلع اللي من تحت الكولاته اللي هي بتتحط في الزبده بالريحان بتطلع، ما بقتش اعمل الحاجات دي الحمد لله. او بدنا نعملها كده مره كل 3 4 شهور كده بينزل بونص يعني. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين على كل الاحوال. وخليكم يعني خلينا نقول نصيحه كده اخر البتاع دي، خليكم عندكم احساس وعندكم مشاعر بالناس اللي حواليكم اللي انت ابتديت تحس غصب عنك ببعض المشاعر تجاههم، غصب عنك ما كنتش بتحس دلوقتي. ففي ناس شفت انت نزلت خطوه ازاي ونزلت تحت المتوسط شويه، في ناس اقل والله العظيم، وفي ناس بقى لها 10 سنين بتشوف فيديوهات اللحمه دي، ما بتعرفش تشوف فيديوهات اللحمه اصلا عشان ما عندهاش نت وما عندهاش موبايل. فخليكوا على قدر ما ربنا اعطاكم من نعمه، وخليكوا كويسين، واكثروا من الصدقات واكثروا من الطبطبه، والصدقات ليست بالفلوس بس، اكثروا من المراعاه واكثروا من الاحساس بالمعاناه واكثروا من حب هؤلاء الناس ورغبتك من جواهم ان هم يتحسنوا ويبقى مستواهم احسن. شكرا جزيلا اعزائي، اشوفكم في وقت تاني ان شاء الله.